أيام بتودي وبتجيب. وأنا من يوم ما ماتت أمي والدنيا حواليا اتغيرت، ما بقتش زي الأول. وخصوصا إن أبويا اتجوز على طول بعد ال40 بتاع أمي. أسوأ حاجة عملها أبويا في حياته إنه اتجوز شربات. شربات بانحلالها وقلة أدبها، بطريقتها الوضيعة في كلامها، بضحكتها الخليعة، بلبسها العريان ليل نهار. لبسها العريان جوه البيت وحتى في البلكونة وهي بتنشر الغسيل. منهم لله اللي دل أبويا على شربات وجوزوها له. دخلت شربات حياتنا وحياتنا اتغيرت واتشقلبت. حتى أبويا نفسه اتغير، ما بقاش هو الراجل الحمش بتاع زمان. أبويا بيخاف من زعل شربات، وبيخاف من قلبة وشها عليه ولو يتبوزها في وشه. أبويا بيراضي في شربات ليل نهار، ما عندوش حاجة يعملها غير كده، وبيعمل لها كل اللي هي عاوزاه، وبيتمنى لها الرضا ترضى. قبل ما ينزل أبويا الشغل كل يوم بيميل عليا ويقول لي: اوعى تزعل خالتك شربات يا ممدوح. وأهز دماغي كالعادة وأقول له: حاضر يا بابا، حاضر، مش هزعلها أبدا. ومرت الأيام زي ما هي، شربات زي الموج العالي، وأبويا مطاطلها ودايما بيوصيني عليها، لحد ما جه اليوم اللي غير حياتي. أبويا هينزل القهوة بتاعته وردية الليل. أصل الواد المنزلاوي الدراع اليمين بتاع أبويا واللي ماسك الشغل كله في القهوة، أمه بعافية شوية هتعمل عملية، عشان كده مش هينزل الشغل يومين، وأبويا هينزل بداله، هيطبق في الشغل. دق قلبي وأنا قاعد في أوضتي وأنا سامع شربات بتقول لأبويا: ما تنزل معاك ممدوح الشغل يا جابر يريحك ساعتين. اتنحنح أبويا وقال: ممدوح مش واخد على الشغل، وكمان ده وراه مذاكرته. اتنهدت شربات وقالت بصوت عالي: يا اخويا نزله معاك الشغل يتودك ويتعلم بدل قعدة البيت، يعني هي المذاكرة بتنفع في ايه؟ وحسيت بشربات بتتحرك وبتقول: هقوم اصحيهولك ينزل معاك، اهو يشيل عنك الحمل شوية. سمعت ابويا بيقول بانزعاج: حيلك يا شربات، انت هتخش على الواد بلبسك العريان ده انت جسمك كله باين، والواد كبر برضه. ضحكت شربات، ضحكت ضحكة عالية خليعة من بتوعها، وقالت: وهو الواد لما يكبر هيكبر عليا؟ حسيت بيها جاية ناحيتي اوضتي، وابويا بيقول: يا ولية ما يصحش، البسي حاجة استوري بيها نفسك. وفجأة اتنفضت في مكاني كأني اتكهربت، اتزلزلت لما اتفتح باب اوضتي من غير استئذان ودخلت عليا شربات. برقت بعينيا واتنفضت كل حتة فيا وانا ببص لشربات وهي واقفة قدامي، وهي لابسة قميص نوم بكرانيش مكشوف من كل ناحية، لحمها بيتدلدق من فتحات القميص، وركبها وفخدها العريانة المليانة بتتراجرج قدام عيني. بلعت ريقي بصعوبة وبصيت في الأرض، ولقيت شربات بتقولي وهي بتضحك ضحكة عالية: هو أنت صاحي يا ممدوح؟ أمال مدام صاحي مش جاي تقعد معانا ليه؟ بصيت في الأرض وما ردتش عليها، هربت بعيني من جسمها المليان العريان قصادي، ولقيتها بتكمل كلامها وبتقول: ما تقوم تنزل مع أبوك القهوة، أصل الواد المنزلاوي أمه بعافية شوية وما جاش النهاردة. قوم وانزل مع أبوك الغلبان أديك تشيل عنه الحمل شوية. شربات كانت مصرة إني أنزل مع أبويا، عاوزة تعمل إن قلبها عليه، لكن على حسابي أنا. عطتني شربات ظهرها وقالت: ما تتأخرش يا ممدوح عشان تلحق تنزل مع أبوك. شوحت بوشي عن ظهرها اللي كله عريان قدامي وما ردتش عليها، وبسرعة لبست هدومي ونزلت مع أبويا الشغل في القهوة غصب عني، رغم إن نزولي ما كانش رغبة أبويا، دي رغبة شربات، وكلام شربات لازم أبويا ينفذه ولو على رقبته. القعدة في القهوة مع أبويا كانت مملة،
ناس سهرانة بتلعب طاولة ودومينو وبتشرب شاي وبتكركر في الشيشة، وأبويا قاعد على مكتبه بيراقب الناس وبيحاسب الزباين. أبويا زعلان ومتقدر، يمكن عشان غياب الواد المنزلاوي اللي هو دراعه اليمين واللي شايل عنه الشغل كله، ولا يمكن عشان أبويا نزل وساب حضن شربات اللي متعود يقضي معاها الليل بطوله. الوقت بيعدي بطيء وتقيل وأنا قاعد جنب أبويا ما بعملش حاجة، وفجأة اتنفضت لما أبويا طبطب على كتفي وقال: قوم روح انت يا ممدوح، روح يا ابني، ملهاش لازمة قعدتك، روح ناملك ساعتين عشان تروح الكلية فايق. واترعشت، وقفت في مكاني، فرحت قوي لما ابويا افرج عني من السجن اللي انا فيه، وعلى طول سمعت كلام ابويا من غير مناقشة، واخدت بعضي وروحت على طول. ولما فتحت باب الشقة الدنيا كانت ضلمة، شكل شربات نامت وشبعت نوم وسايباني سهران أنا وأبويا في القهوة. مشيت ناحية أوضتي وأنا بهز دماغي، واتنهدت وأنا بفتح باب أوضتي، وفجأة دق قلبي بعنف، اتزلزل كل كياني واتهزيت من جوايا، وغاص قلبي في رجليا لما سمعت صوت بيقول: ما تقومي تعملي لي كوباية شاي يا شربات. اتجمدت ايدي على مقبض باب اوضتي، ده صوت راجل بيكلم شربات في اوضتها. اترعشت واتزلزل كل كياني وانا بتحرك ناحية الأوضة، أوضة شربات، بقدم رجل وبأخر التانية، ووقفت قدام باب أوضة نوم شربات، ومديت ايديا والخوف مالي كياني ومسيطر على قلبي، واستجمعت كل قوتي ولفيت أكرة الباب وفتحت الباب، وحسيت ان قلبي انقسم نصين. شفت بعناية مشهد اتمنيت لو دفعت عمري بس ما كنتش اشوفه. شفت شربات عريانة في حضن راجل غريب. شفت لحم شربات بيدلدل بين ايدين راجل غريب. شفت شربات مسلمة نفسها لراجل تاني غير ابويا، اللي زلزل كياني اكتر وكسر نفسي اكتر واكتر ان الراجل اللي كان مع شربات يبقى الواد المنزلاوي اللي شغال مع ابويا، وابويا يعتبره دراعه اليمين ولحم كتافه من خير ابويا. وبرقت شربات، رفعت دماغها، رفعت عينيها ناحيتي، جت عيني في عينيها، وسعت عينيها في رعب، برقت اكتر واكتر، وانا شايفها بعينيا في اصعب وضع ممكن تتشاف فيه واحدة ست. اللحظة اللي جت عينيا في عينين شربات وهي في حضن المنزلاوي وبين ايديه، دي لحظة فارقة في حياتي، لحظة غيرتني وغيرت حياتي وخلتني أبدأ حكاية جديدة، حكاية مع شربات. انعقد لساني في اللحظة الصعبة اللي شفت فيها شربات مع المنزلاوي. سبتهم في مكانهم واتحركت بعيد عنهم ودخلت أوضتي. لبس المنزلاوي هدومه بسرعة ومشي، وفوجئت بشربات جاية ناحيتي، جاية تتدحرج ناحيتي بعد ما سطرت جسمها بحتة قميص مكشوف، واندفعت بجسمها كله ناحيتي، قعدت على ركابها، وطت على ايديا بستها وهي منهارة والدموع مالية عينيها، وقالت: استر عليا يا ممدوح، زلت شيطان يا اخويا، وحياة غلاوتك بلاش تجيب سيرة لابوك. وحوطت وشي بكفوف ايديها وقالت: مش عشان يا ممدوح، عشان خاطر ابوك، ده ابوك ممكن يجراله حاجة لو عرف، لو كان عليا انا استحق الشنق، استحق الموت. واتعدلت شربات ووقفت قدامي وضمت دماغي في صدرها الفاير وقالت: استر عليا يا ممدوح، انا زي امك يا اخويا. ووقفت شربات قدامي وكملت كلامها وهي بتقول: اوعدك يا ممدوح، اوعدك اني مش هعمل كده تاني. ووطت على ايديا مسكتها بايديها وقالت: وهعيش اللي باقي من عمري خدمتك انت وابوك وتحت رجليكم. وطبطبت على كتفي وقالت: بس استر عليا يا اخويا وما تجيبش سيرة لابوك باللي حصل. وهزيت دماغي، بصيت في الارض، مش عارف ليه قلبي رق الشربات وحسيت انها صادقة في كلامها، وعشان كده حطيت لساني في بقي وما اتكلمتش، وما جبتش سيرة لابويا باللي حصل واللي شفته بعينيا. سكت وكفيت على الخبر مجهور زي ما بيقولوا، ولا بقيت طايق بيت ابويا عشان فيه شربات، ولا طايق شغل ابويا وقهوته عشان فيها الواد المنزلاوي. ما بقيتش عاوز اشوفهم
ولا اسمع سيرتهم عشان ما افتكرتش اللي شفته بعينيا. ابويا كان صعبان عليا قوي، لكن ما باليد حيلة. ابويا مش هيستحمل خبر زي ده لو قلتهوله. ابويا شربات تبقى كل حياته ومصدر ضحكته وسعادته، وصعب قوي يستغنى عنها او يقبل صدمة زي دي. ما مرش يومين بعد اللي حصل ورجعت شربات لحالتها الطبيعية. رجعت تضحك وتهزر وتلبس قمصانها العريانة ولا كأن حاجة حصلت، ولا فارق معاها حاجة من اللي شفته بعينيا. لحد ما جه اليوم اللي حول مجرى حياتي. كنت قاعد في اوضتي بذاكر ولا بيا ولا عليا. ابويا كان نايم ساعة المغربية، وسمعت صوت شربات بتنادي عليا بصوت واطي وحنين عشان ما تصحيش ابويا. يا ممدوح يا ممدوح. وخرجت من اوضتي، مشيت ورا مصدر الصوت، لقيته جاي من الحمام. وسعت عينيا واتزلزلت لما لقيت شربات مطلعة دماغها من فرق باب الحمام والمية بتجري على شعرها وعينيها. دق قلبي لما طلعت شربات دراعها العريان، مدته من فتحة الباب ناحيتي وقالت لي: معلش يا ممدوح، ناولني الفوطة، أصلي دخلت استحمى ونسيتها بره. وبلعت ريقي بصعوبة. ميلت على طول، مسكت الفوطة وناولتها لشربات اللي مد ايديها العريانة ناحيتي. وفجأة اتجمدت، غاص قلبي في رجليا لما فجأة فتحت شربات باب الحمام ووقفت قدامي عريانة زي ما امها ولدتها. اترجرج لحمها المليان في كل ناحية وملحقتش افكر. فوجئت بتفاصيل جسمها كلها عريانة قدامي، وفوجئت بشربات بتصرخ. ايوه، شربات بتصرخ بصوت عالي وبتقول: اخص عليك يا ممدوح، انا زي امك، اخص عليك. ورجعت لورا. اتفاجئت باللي عملته واترعشت من صوتها العالي. وصرخت تاني شربات، ما عطتنيش فرصة افكر، وقالت: ابعد عني يا ممدوح، ابعد عني. وبصت ناحية الأوضة اللي نايم فيها أبويا وصرخت وهي بتنادي عليه: الحقني يا جابر، الحقني. وفجأة جريت عريانة على أوضة أبويا، وفوجئت بأبويا طالع مخضوض من أوضته مبرق ومذهول. وجريت شربات دخلت عريانة في حضن أبويا بتعيط وبتتشحتف، وشاورت عليا وهي بتترعش من الانهيار، وقالت لأبويا: ابنك يا أخويا، ابنك ممدوح اتهجم عليا وأنا في الحمام. واتصدم أبويا، برق وهو بيبصلي، اترعشت شفايفه. بصيت للفوطة اللي كانت في إيديا وبصيت لأبويا وقلت له بصوت مبحوح: ما حصلش يا بابا، ما حصلش. لكن أبويا ما سمعنيش أبدا. أبويا طردني من البيت، رماني في الشارع. شربات لعبتها صح، وقبل ما أفكر أفضحها هي اللي لبستني الفضيحة، وبقيت هي الطهرة العفيفة، وبقيت أنا الشيطان اللي طمع في مرات أبوه. أبويا بقى مش عاوز يشوفني، مش طايق يبص في وشي، مش قادر يستوعب إزاي ابنه الوحيد طمع في مراته وكان عاوز ينهش عرضه. أيام ورا أيام بتمر. عشت عند جوز خالتي عم سرحان، واشتغلت عنده في الوكالة، وكنت ببات وانام في الوكالة بتاعته. عم سرحان راجل طيب، كان بيسمح لي اخد اجازة ايام امتحاناتي. ولما اطمنت له وحكيت له على اللي عملته شربات، هز عم سرحان دماغه بحزن واتنهد وقال: انا مصدقك يا ابني، واضح ان مرات ابوك دي ست عقربة، لكن المشكلة في ابوك معمي ومش شايف قدامه. البت شربات دي عاملاله غشاوة على عينيه، مخليها ما بيسمعش لحد غيرها وما بيصدقش حد غيرها. وفضل الحال على حاله. ايام بتعدي وبتمر، وابويا لا بيرق قلبه ولا بيفتكرني. شربات غيرت قلبه عليا، قوته عليا، غيرت احساسه بيا. كنت حزين لفراق ابويا، وكنت حزين لانه وقع تحت ايد واحدة عقربة زي شربات هتلعب بيه الكورة. ورغم اللي عمل ابويا فيا ما كانش هاين عليا، لحد ما جه اليوم اللي نادى فيه عليا عم سرحان. سحب كرسي من جنبه وقعدني عليه قصاد منه على طول. بصلي في عينيا وقال: انا كنت امبارح عند الاستاذ رجب المحامي يا ممدوح بعمل شغل الضرايب بتاع الوكالة. وميل عليا عم سرحان
وكمل كلامه وقال: وعرفت من المحامي إن أبوك بيجهز ورق عشان يكتب القهوة باسم شربات مراته. برقت بعينيا، اتصدمت واتزلزلت. عم سرحان كان فاهم اللي أنا فاهمه. دي خطة بين شربات والمنزلاوي، هياخدوا من أبويا القهوة وهيرموه بعد كده في الشارع. واتنفضت، وقفت على رجلي من غير كلام ومشيت زي المجنون على قهوة أبويا على طول. لمحت أبويا قاعد ورا مكتبه برق العمال وبصولي وأنا داخل على أبويا بكل غضب. رفع أبويا عينيه ناحيتي باستغراب والشرر بيطق من عينيه، ولمحني الواد المنزلاوي وعمل نفسه مشغول في الشغل اللي قدامه. قربت من أبويا وقلت له بغضب: هو أنت يا بابا ناوي تكتب القهوة باسم شربات؟ رفع أبويا حواجبه، هرب بعينيه من عينيا وقال: ولو مالي وأنا حر فيه، أكتبه باسم اللي أكتبه. وبصلي وقال: وهو أنت ليك عين تتكلم بعد اللي عملته؟ ميلت على أبويا، برقت وقلت له بكل غضب الدنيا: يا بابا شربات مراتك بتخونك مع الواد المنزلاوي، بتبيع له شرفك وعرضك وانت نايم على ودانك. وبرق أبويا، قام من مكانه بغضب ومد ايده ضربني بالقلم على وشي بكل قسوة وقال: اخرس يا ابن الكلب، صحيح عيل خسيس ما بتختشيش. حطيت ايدي على وشي من شدة الوجع، عيني جت في عينين المنزلاوي، حسيت بغضب هادر جوه كل كياني زي ما يكون دمي بيغلي، نار قايدة في كل حتة في جسمي. اتحركت من مكاني. أنا لازم أنقذ أبويا من عصابة شربات والمنزلاوي، لازم أنقذه من الحية اللي اسمها شربات اللي لفت نفسها حوالين رقبته وهتموته بحسرته بعد ما تاخد منه كل حاجة. مشيت زي المجنون على بيت أبويا على طول. طلعت السلالم بسرعة وأنا مش حاسس بنفسي. ضربت بإيدي على الباب، خبطت عليه بكل قوتي، وسمعت صوت شربات جاية من جوه وهي بتقول: حاضر حاضر يا اللي بتخبط. واتفتح الباب ولقيت شربات قدامي بقميصها العريان المكشوف ولحمها بيدلدق من كل ناحية. واتفاجئت شربات لما شافتني، حطت ايديها في وسطها ورفعت حواجبها الرفيعة واتقصعت وقالت: ممدوح، اللي جابك هنا بسلامتك. ولأن النار بتغلي جوه كياني ما كنتش حاسس بنفسي. هجمت على شربات، نطيت عليها، خنقتها بإيديا، ضغطت على رقبتها بكل قوتي. وجحظت عينين شربات، برقت وشفايفها ازرقت، ووقعت شربات، وقعت زي حتة القماشة الدايبة، وقعت جثة على الأرض. ووقفت قدامها بترعش، لكن كنت مرتاح لأني أنقذت أبويا من شربات وسمها. واتفاجئت بأبويا جاي يجري والعمال جايين يجروا من وراه. دخل أبويا وهو مفزوع، وطى على جثة شربات، هزها بإيديه، نادى عليها بعلو صوته. ولما ما ردتش عليه بصلي أبويا، بصلي والدموع مالي عينيه والانهيار مالي كيانه. كان بيترعش وبيقول لي بصوت مبحوح: ليه كده يا ممدوح؟ ليه تعمل في أبوك كده؟ ليه تضيع منه أحلى حاجة في حياته؟ وما ردتش على أبويا، اترعشت شفايفي وسكت. مش فارق معايا ايه اللي حصل وايه اللي تاني هيحصل، اهم حاجة اني انقذت ابويا منها. غير كده انا مش عاوز حاجة من الدنيا، مش عاوز حاجة ابدا. استنونا مع حكاية جديدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.